الكانجرو بقى. الحقيقه في فقرات كتيره ما جبناهاش، هنجيبها المره الجايه ان شاء الله. ده اغرب موقف الحقيقه مر بيا في المساله ده اهي. شوفوا الكانجرو ضخم قد ايه، بصوا هيطلع جنين قد ايه. خليكم معايا تشوفوا ادي الجنين بيخرج اهو. ادي الجنين بيخرج اهو. سبحان الله العظيم، جنين صغير جدا جدا جدا. هتشوفوا حجمه قد ايه، ما يجيش مثلا قد عقلة الاصبع. انا استغربت، تفتكروا ليه؟ تابعوا معايا في الموضوع ده وهتشوفوا دلوقتي هو ايه اللي بيحصل. شوفوا هي بتولد نفسها برضو، شوفوا رحمة الام. شوفوا ادي الكانجرو. تفتكروا تتخيلوا يا اخواني واخواتي ان حجم الكانجرو الكبير ده يولد الحجم الصغير جدا ده؟ تفتكروا ليه؟ بصوا الكانجرو الصغير رايح فين. بصوا هو لسه ما اكتملش نموه اساسا كجنين. شوفوا هو رايح فين، عمال يسعى ويكافح ويطلع ويتسلق. تفتكروا رايح فين؟ رايح للكيس اللي بيقعد فيه طول عمره بعد كده جوه بطن امه. شوفوا ايوه اهو عمال يطلع لحد ما هو يوصل في وقت الكيس اللي جوه بطن الكانجرو. عارفين ليه؟ هتشوفوا دلوقتي اهو وصل جوه كيس اهو. وامه طبعا عارف، سبحان الله، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. لان مكان الرضاعه بتاعه والاكل بتاعه اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس. شوفوا هيفضل يبحث عن مكان الرضاعه اهو. سبحان الله العظيم. شوفوا هو ملوش عيون اصلا دلوقتي، يعني انت لو نظرنا في وجهه اهو، شوفوا وجهه مفيش عيون يشوف بيها بشكل كويس اهو. شوفوا التقم ثدي الام وبدا يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن امه او جوه الكيس اللي هو كيس الكانجرو اللي بيبقى هو بيبقى مغلف كده حوالين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى